السلام عليكم، مساء الخير عليكم وصباح الخير عليكم في اي وقت كتشاهدوا هذا الفيديو. كالعاده كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين وبخير وعلى خير وفي تمام الصحه والعافيه والاحوال الجيده ان شاء الله. رجعت لكم في فيديو جديد بعد غياب ديال 3 ايام ولا 4 ايام. مستمرين ان شاء الله، غادي نهضروا على مباراه التعليم. في هذا الفيديو هذا يعني قبل ما نسولكم اش درتوا داك الشيء، غادي نهضروا ان شاء الله على مواقيت اجراء الاختبارات. يعني غادي نشوفوا بالتفصيل النهار ديال الامتحان، كل ماده فوقاش غدوز، فوقاش غنبداو وفوقاش غنساليو، يعني بالتفصيل المواعيد ديال كل ماده فوقاش غدوز، الابتدائي والثانوي والاطر الدعم بالتخصصات ديالو الكامله ان شاء الله. ولكن قبل هذا الشيء هذا، قبل ما نوريكم هذه الورقه ونعطيكم التفاصيل ديال هذه المواقيت، الاشاره شكون مازال يعني كسؤال، شكون مازال متسجل، شنو الصعوبات اللي باقيين كتواجهوها في التسجيل ديالكم، واش كلشي تسجل، كلشي مزيان، كلشي صادقت له المديريه، المهم على اي خبرونا بداك الشيء، واش كلشي تمام ولا مازال المشاكل. وبالمناسبه يعني غدا هو اخر اجل ديال التسجيل في مباراه التعليم. يعني اليوم 21 في الشهر، غدا 22 في الشهر، ما ذاكرينش تما الساعه بالضبط، حتى شي واحد ما يقول لا 4 د العشيه ولا 5 ولا 6 الصباح ولا 7. غدا ان شاء الله 3 نهار كامل حتى ل 12 د الليل. يعني ملي توصل 23 جوج النقاط 59 كيتسالى التسجيل. ربما في ذاك الوقيته بالضبط غادي يتغلق التسجيل. يعني غدا حتى الغدا، ماشي اليوم الاثنين مع 12 الليل، يعني ملي كتدخل الثلاثه، لا يعني الثلاثه يوم الثلاثاء داخل في التسجيل. اللي مازال متسجل اليوم ممكن يتسجل غدا ويدفع الملف ديالو. يعني هذه اشاره طاقيو الناس اللي باقيين ما تسجلوش. ولكن غدا يعني غدا مع 11 و 59 ديال الليل كينتهي التسجيل الالكتروني وحتى تحميل الملفات. ماشي فقط التسجيل، يعني ماشي عاد التسجيل يمكن لك تحمل نهار الاربعاء، لا يعني التسجيل والتحميل. يعني غدا كيتساد الموقع كما تساد هذه واحد اليومين في وجه الطلبه الجدد. هذا من جهه. من جهه ثانيه كاين الناس كيسقسوني وديجا عطاوني اشاره بان باش نقدم هذه الفكره هذه، اذا صدقت لك المديريه فما تستناش ان الاكاديميه تصادق لك، لان هذا الموسم هذا العام هذا كاين لجان متفرقه. كاين لجان في الاكاديميه اللي كتراجع الملفات، وكاين لجان في المديريه اللي كتراجع الملفات. يعني انت وزهرك الملف ديالك فين غيمشي؟ واش الاكاديميه عتصادق لك، الاكاديميه غتلقى وضعيه الطلب مصادق عليه من طرف الاكاديميه مزيان، او غيمشي الملف ديالك لعند لجنه اقليميه يعني في المديريه الاقليميه غادي تلقى مصادقه عليه من طرف المديريه الاقليميه. يعني الا لقيتي مصادق عليه من طرف المديريه الاقليميه فهذا الشيء ما كيعنيش ان باقي غتصادق لك الاكاديميه كتستنى الاكاديميه تصادق، لا. يعني الملف ديالك اما غتصادق عليه الاكاديميه لانه مشى عند لجنه اكاديميه، او لا غتصادق عليه المديريه لانه مشى عند واحد اللجنه كاينه في المديريه. مزيان، اذا الا صدق واحد من هاد الجوج فالملف راه مقبول ان شاء الله. اذا كان مقبول يعني مصادق عليه من طرف المديريه او الاكاديميه، فما كيعنيش انك دوزتي في الانتقاء الاولي، ما كيعنيش انك نجحتي فراه دوز امتحان الكتابي، لا. يعني النتائج ديال الانتقاء الاولي مازال ان شاء الله غادي يظهروا نهار 25 في الشهر، وكيف ما العاده غادي نكون معكم على القرص اي نتائج بانوا ان شاء الله كنبارطاجيهم معكم. فلذلك خليكم متابعين معنا سواء في القناه ولا في الصفحه. مزيان، اذا باش ما نطولش عليكم دابا غادي ندوزو نشوفوا هذا الجدول هذا فوقاش كاين الامتحان. كيبان لي هنا من 8:30 الصباح حتى لفوقاش. المهم غادي نشوفوا من 8:30 الصباح فوقاش كتساليو في العشيه. نقلب التليفون باش نشوفوا شنو كاين في هذه التويشيه. المهم الاخوان قلبنا التليفون، هذه الوثيقه هذه على ما يبدو انها كتسمى مسربه من شي اكاديميه ولا من شي شخص ولا من شي لجنه، لانني بحثت عليها. هي الصراحه دايره، يعني هذه رسميه، مباراه تاوديمانتينا مواقيت اجراء الاختبارات دورة 27 نوفمبر 2022. يعني هنا الجدولة الزمنية ديال كل مادة فوقاش غدوز وكيفاش غدوز. ما علينا، وانما ما كايناش في الموقع ديال الوزارة ولا في حيتاش هذه ماشي ديال شي اكاديمية معينة، يعني باقا هنايا فارغة، وانما هي وثيقة رسمية يعني معتمدة. غنجيو مباشرة باش ما نطولوش في هذا الفيديو. عندنا هنايا التعليم الابتدائي تخصص المزدوج، عندنا المواد، وعندنا الديداكتيك وعلوم التربيه. عندنا المواد وعندنا الديداكتيك مع علوم التربيه مشروك. المواد 4 ديال المواد، كل وحده غدوز فيها ساعه غيدوزوا ان شاء الله من 8:30 ل 12:30. يعني 4 ساعات د الصباح من 8:30 ل 12:30. ما كاينش استراحه، يعني ماده مور ماده مور ماده مور ماده. اللغه العربيه مورها اللغه الفرنسيه مورها الرياضيات مورها العلوم. ساعه. مزيان، غادي نجيو
للاسف كاينه حتى الفتره المسائيه. هنا غيكون عندنا علوم التربيه والديداكتيك، اللغه العربيه ساعه، اللغه الفرنسيه ساعه، الديداكتيك ديال الرياضيات ساعه، والديداكتيك ديال العلوم ساعه، من 2:30 حتى ل 6:30. يعني التعليم الابتدائي غتدخلوا ان شاء الله من 8:30 غتخرجوا حتى ل 6:30، يعني نهار كامل. كاين واحد الفتره ديال الاستراحه من 12:30 ل 2:30 اللي فيها 2 ساعات بنادم كيمشي يتغدى وكيعمل بوز كافي وكيرجع في هاد 2 ساعات. للاسف المنتخب لعب هنايا في هذه الفتره هذه نهار الحد، المنتخب يعني المقابله ديالو في كاس العالم. وهذا الشيء علاش كاين بعض النقابات يعني كطالب بتاجيل هذه المباراه، وحنا كنستناو اذا كاين شي رد من الوزاره. كان شي جديد ان شاء الله راه غنخبركم بهذا الشيء هذا، خليكم متابعين معنا. غنجيو مباشره هنايا الامازيغيه كذلك. اللغه الامازيغيه، اللغه العربيه، اللغه الفرنسيه حسب اختيار المترشح، الرياضيات، العلوم. اذا حتى اللغه الامازيغيه كيدوزوا هذه المواد ضروري، ماشي كيدوزوا الامازيغيه فقط. كذلك حتى هما ساعه من 8:30 ل 12:30. وفي العشيه عاود كذلك الديداكتيك وعلوم التربيه عاود ساعه من 2:30 حتى ل 6:30. اذا التعليم الابتدائي نهار كامل من 8 حتى من 8:30 ل 6:30. غادي نجيو لهنايا مباشره. قلنا المزدواج، قلنا الامازيغيه، قلنا هنايا اطر الدعم. اطر الدعم لا، هنا ماشي اطر الدعم، اعتذر، بالنسبه للتعليم الثانوي بسلكه الاعدادي والتاهيلي، لان هذه الوثيقه هذه كانت صوره وصافي، انا خرجت هيدا ما وضحش مزيان. اذا هنايا التخصصات ديال الثانوي الاعدادي والتاهيلي مزيان. اذا غيكون عندنا 4 ساعات من 8:30 ل 12:30 اختبار في ماده او مواد تخصص. يعني تختبر في الماده 4 ساعات، بحال مثلا غدوز اللغه العربيه غدوز 4 ساعات ديال الامتحان ديال اللغه العربيه من 8:30 حتى ل 12:30. اختبار في علوم التربيه ساعه، المهم ساعه ديال علوم التربيه وساعه ديال الديداكتيك، عندهم مقسومه 2 ساعات علوم التربيه، ماشي بحال هنا الابتدائي مع بعضهم 4 ساعات. يعني كل ماده كدوز للديداكتيك وعلوم التربيه مع بعضهم مخلطه، يعني باناتشي. هنا لا، هنا عندهم فين هي اختبار في علوم التربيه 2 ساعات، واختبار في الديداكتيك واختبار في الديداكتيك 2 ساعات. اذا جوج حتى هي كتعطينا 4 ساعات من 2:30 ل 6:30. راها واضحه. بقاتنا هنايا شني ملحق الاقتصاد، تربويين، اجتماعيين. هنايا اطر الدعم. اطر الدعم هنايا عندهم 3 ساعات. يعني هنايا اطر الدعم الاقتصاد والاداره عندهم هذا الموضوع الاولاني فيه 3 ساعات من 8:30 ل 11:30. هذه يعني 8 من 8:30 ل 11:30. والموضوع الثاني حول الاختصاصات والمهام المرتبطه 2 ساعات من 2:30 ل 4:30. اذا هذوما شويه، القضيه مرخوفه من 8:30 ل 11:30 ومن 2:30 ل 4:30. كذلك هنايا شكون هما هذوما التربويين ايضا عاود 3 ساعات في الصباح و2 ساعات في العشيه، حتى هما في حال اخرين. ايضا عندنا هنايا الاجتماعيين موضوع حول الظاهره، نعم 3 ساعات في الصباح من 8:30 ل 11:30 و2 ساعات في العشيه حول الاختصاصات والمهام المرتبطه بالملحقين اجتماعيين 2 ساعات من 2:30 ل 4:30. اذا هذه هي المواقيت الرسميه ديال اجراء الاختبارات اللي غتكون ان شاء الله يوم 27 نوفمبر. قلت لكم هذه الوثيقه راه مهمه، غير الواحد باش يعرف شنو غيدوز. الابتدائي والثانوي عندهم 4 ساعات في الصباح و4 ساعات في العشيه من 8:30 حتى ل 6:30 د العشيه، 2 ساعات راحه في وسط النهار. وهذوما التربويين انتم شفتم هنايا المواقيت ديالهم كيفاش عامله. على اي كنتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع. انتظرونا في فيديو مهم جدا مور هذا، غادي نوريكم كيفاش تتعاملوا مع الكوسي ام. كاينه واحد الاشاره مهمه يعني باش ما تصيدوش في الكوسي ام. والسلام. المهم تلاقاو في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.